بتعملي ايه طول اليوم لو مش بتشتغلي؟ انا مشغوله في البيت وبتمشى بره. أنا زختاوس فاندلنباوتن. أنا هنا علشان فلوسي وبيتي المجاني. ده حلمي. أنا هنا علشان فلوسي وبيتي المجاني. تمام، دي أرضي، أنا اللي بتحكم في المكان ده، دي واقعيتي. كلكم هتكونوا في سلاسل، أنا هاخدكم وهحبسكم كلكم لو ما دفعتوش الضرايب. وانت بتشتغل طول اليوم وما عندكش أي حاجة. شكرا إنك بتشتغل جامد عشان أقدر أقعد في البيت طول اليوم. مش بس هما بيسرقوا فلوسك اللي تعبت فيها، لكن كمان بقوا يسخروا منك قدام الناس عشان بتسمح لفلوس الضرائب بتاعتك تروح لهم وهم مش بيشتغلوا. ولما بقولهم أقصد الإسلاميين، وأقصد المهاجرين اللي جايين وبيحاولوا يسيطروا على مدنك وبيخلوك تدفع تمن ده. مش ببالغ ولا حتى شوية. اسمع الكلام ده. أنا دلوقتي رايحة مكتب العمل، صح؟ وحبيت بس أشكر بسرعة كل واحد بيدفع ضرائبه، لأن من غيركم ما كنتش هبقى في المكان اللي أنا فيه النهاردة. زي إني أقدر أخرج وأعيش يومي وأعمل حاجتي ولسه باخد فلوس من غير ما أعمل أي حاجة خالص، وكل ده بسبب الناس اللي بتشتغل وبتدفع ضرائبها. مش فاكرة إني قلت شكرا قبل كده، فبجد من قلبي شكرا ليكوا جدا. وكملوا الشغل الكويس ده. انت مش فاهم قد ايه مقرف ان الست دي ماشي موجودة في انجلترا وبتقول لكل الناس قدام الكاميرا انها مش ناوية تشتغل اصلا، وانت بتدفع لها وهي بتسخر منك وبتقولك شكرا، وهي عارفة انها هتفلت من الموضوع. هي عارفة ان مفيش حد هيعمل اي حاجة بخصوص ده. يلا نقرأ ده. ست مسلمة بتستغل دافع الضرايب البريطاني وبتشكرهم عشان بيدوها إعانات تخليها تقعد من غير شغل طول اليوم. تلتين الستات المسلمات في بريطانيا مش بيشتغلوا ومش بيدوروا على شغل. الفيديو ده بيخليني أتعصب، ولازم يخليك تتعصب كمان. دي مش قصة واحدة، دي واحدة من قصص كتير في أوروبا كلها. المهاجر العربي ده عايش في بولندا وانتشر على السوشيال ميديا عشان كان بيتريق على البولنديين إنهم بيدفعوا فواتيره. في الفيديو هو بيتريق على البولنديين وبيقولهم يشتغلوا 12 إلى 14 ساعة في اليوم عشان هو يعيش مرتاح وياخد مساعدات وفلوس من الحكومة البولندية. ده نفس الأسلوب اللي المهاجرين بيستغلوه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد بسبب سياسات الحدود المفتوحة والهجرة الجماعية. معايا كل ده؟ انت بتشتغل 12 ل 14 ساعة باليوم وأنا بقعد أرتاح. هو مدرب لياقة بدنية وإسلامي وبيسخر من دافعي الضرائب البولنديين اللي بيدفعوا فواتيره. شكله فيه ترند صغير كده بدأ يظهر. مش بس الناس دي بتسرق منك، لكن كمان بقوا بيعملوا كده بفرحة وبشكل علني عشان عارفين إنهم يقدروا يفلتوا من أي حاجة. وكمان السخرية بتزيد يا جماعة. انت ما عندكش أي حاجة؟ شكرا إنك بتتعب عشان أقدر أقعد في البيت طول اليوم ببلاش. أنا أقدر أستخدم بطاقة الدعم تاعتي. روح اشتغل مكاني يا ولد أبيض يا بنت بيضة. أيوة، روحوا اشتغلوا مكاني يا حيوانات بيضة، اشتغلوا مكاني. أيوة، انتوا فعلا بتشتغلوا مكاني، وحكومة أمريكا هي اللي بتشتغل مكاني. كلكم بتشتغلوا مكاني. يلا روحوا اشتغلوا، ادفعوا الضرائب، اهتموا بيا وبالناس بتوعي. تمام، دي أرضي، أنا اللي بتحكم في المكان ده، ده واقعي. كلكم هتكونوا في سلاسل، أنا هاخدكم وهحبسكم كلكم لو ما دفعتوش الضرائب، وهتشتغلوا طول اليوم وما عندكوش أي حاجة. شكرا إنك بتشتغل جامد عشان أقدر أقعد في البيت طول اليوم. الكلام ده لكل الأمريكان اللي بيقولوا خلاص دي مشكلة أوروبا. دي مش مشكلة أوروبا بس، هما بيسرقوا فلوس من كل الناس في أي مكان بيروحوه عشان ده اللي بيعملوه. أنا كل ثانية بغضب أكتر وأكتر. مش عارفة انتوا إيه رأيكم؟ فيديو تاني من فرنسا. الفلوس وبيتي المجاني. ده حلمي. أنا هنا علشان فلوسي وبيتي المجاني. ده حلمي. أنا هنا علشان فلوسي وبيتي المجاني. ده حلمي. هما بيكذبوا، هما باعولك نصبة، حكاية مزيفة إن السبب إن الناس دي جاية هو إنهم فعلا بيعانوا في بلادهم، وده فعلا صحيح. بلادهم فيها فساد، بس عارفة ليه؟ عشان النوع ده من التفكير والعقلية دي بدل ما يقولوا يلا نبني ونعمل حاجة كويسة بيبقوا عايزين ياخدوا ويسرقوا، وبيقولوا نسرق منين؟ فرنسا، ألمانيا، بولندا، إنجلترا، أمريكا، عندنا فلوس.
بيدفعوا ضرائبهم وبيعملوا خير. يلا نروح وناخد كل حاجة الناس دي بتتعب عشان تبنيها، نسرقها منهم، وكمان في نفس الوقت نخرب سقفتهم. عشان يعني ليه لأ؟ يعني فعلا مش قادرة أستوعب الثقة العجيبة اللي عند الناس دي وهم بيشاركوا آرائهم على الإنترنت وبيكلموا عن مشاعرهم. حضرتك بقالك قد إيه عايشة في هولندا يا مدام؟ أنا بقالي 25 سنة. وحضرتك بتشتغلي؟ لا لا. أيوة أيوة حضرتك بتشتغلي؟ لا أيوة جوزك هو اللي بيجيب؟ جوزي عيان. جوزك؟ لا، جوزي عيان. انتوا الاتنين عيانين؟ ايوه. يعني انتوا الاتنين مش قادرين تشتغلوا؟ لا، ومفيش فرصة انك بسبب مرضك تلاقي شغلانة بأي طريقة حتى لو كانت أخف شوية؟ ايوه. الرجالة بتوعي زمان كانوا نفسهم يدرسوا بس ما قدروش. بسبب المرض؟ ايوه. وتعلم اللغة، الموضوع صعب قد ايه؟ شوية صعب. بتعملي ايه طول اليوم لو مش بتشتغلي؟ بكون مشغولة في البيت وبتمشى بره. قد ايه؟ أنا زختاوس فاندلنباوتن. انا بشتغل بره. ده اللي بعمله، وانتوا يا مغفلين بتدفعوا فلوسي. انتوا فاكرين الفيديو اللي اتفرجنا عليه؟ ببلاش. انا اقدر استخدم بطاقة الدعم بتاعتي. روحوا اشتغلوا عشاني يا ولد، يا يا بنت يا بيضة. ايوه، روحوا اشتغلوا عشاني يا حيوانات بيضة. اشتغلوا عشاني. ايوه، انتوا فعلا بتشتغلوا عشاني. وحكومة امريكا هي اللي بتشتغل عشاني. كلكم بتشتغلوا عشاني. يلا روحوا اشتغلوا. ادفع لهم الضرائب. اهتم بيا وبشعبي. تمام؟ دي أرضي، أنا اللي بتحكم في المكان ده، دي واقعيتي. كلكم هتكونوا في سلاسل. لما تتفرج على الحاجات دي فجأة الفيديوهات دي تبدأ تبقى منطقية، صح؟ عمدة لندن مسلم، وعمدة برمنغهام كمان مسلم، عمدة ليدز مسلم، وعمدة بلاكبيرن مسلم، وعمدة شيفيلد مسلم، وعمدة أوكسفورد مسلم، عمدة لوتن مسلم، وعمدة أولدهام مسلم، وعمدة روشدايل مسلم. كل ده اتحقق عن طريق 4 مليون مسلم بس من أصل 66 مليون شخص في إنجلترا. النهاردة في إنجلترا في أكتر من 3000 مسجد، فيه أكثر من 130 محكمة شريعة في إنجلترا، وكمان فيه أكثر من 50 مجلس شريعة. 78% من النساء المسلمات مش بيشتغلوا وبيحصلوا على دعم من الدولة وسكن مجاني. لو هتبني مجتمع الناس دي بتتحكم فيه حرفياً في كل مكان، وكمان بتشجع عقلية إن مفيش حد يشتغل، تفتكر الفلوس هتيجي منين؟ تفتكر الفلوس بتيجي منين؟ 63% من المسلمين مش بيشتغلوا وبيحصلوا على دعم من الدولة وسكن مجاني. دي مشكلة في المجتمع، دي عقلية إنهم يبصوا حواليهم ويقولوا انتوا المفروض تتكفلوا بيا. يعني مش بس الناس دي جاية تسرق سقفتنا وأرضنا وتغير قوانيننا، لكن كمان بياخدوا فلوسنا وبيتباهوا بكده. وأنا بقولك دلوقتي لو انت غضبان انت مش غضبان كفاية. الأسر المسلمة اللي تدعمها الدولة عندهم في المتوسط من 6 ل 8 أطفال، وكلهم بياخدوا سكن مجاني. كل مدرسة في المملكة المتحدة لازم تدرس عن الإسلام. أكثر اسم منتشر بين الأطفال في إنجلترا هو محمد. ده مش هجرة، ده غزو. أيوة يا أفري، هو ده بالظبط، ده غزو. وغزو هم بيعملوه بفرحة وفخر وبصوت عالي، وماشيين حوالين وبيسخروا منك. فعلا هم بيسخروا منك حرفيا. فاكر الفيديو اللي بدأنا بيه؟ الست دي اللي كانت بتشكر الكل علشان مش محتاجة تشتغل. أنا في طريقي لمكتب التوظيف صح؟ وكنت عايزة أقول بسرعة شكراً لكل واحد بيدفع ضرائبه، لأن من غيركم ما كنتش هبقى في المكان اللي أنا فيه النهاردة. زي إن أنا لسه أقدر أخرج وأعيش يومي وأعمل اللي أنا عايزاه وباخد فلوس من غير ما أعمل أي حاجة خالص، وده كله بسبب الناس اللي بتشتغل وبتدفع ضرائبها. مش فاكرة إني قلت شكراً قبل كده، فبجد من قلبي شكراً ليكم جداً، وكملوا في الشغل الكويس ده. أيوة، انتوا مش غضبانين كفاية يا جماعة. مهما كنتوا متضايقين ومهما كان غضبكم انتوا مش غضبانين كفاية. ده مقرف، ده حقير. هما بيتريقوا علينا، هما بيسرقونا، ولازم حاجة تتغير. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.